السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم معانا في حلقة جديدة من برنامج جمالك معاه. النهارده موضوعنا موضوع مهم جدا بيخص كل الناس. بنتكلم عن مرضى القولون. كتير قوي من الناس بتصحى الصبح ما عندهاش أي مشاكل في القولون، تعمل مكالمة تليفونية تلاقي القولون عندها بقى فيه مشكلة وتلاقي بطنها اتنفخت. في ناس تاكل سندوتش أو تاكل حاجة صغيرة جدا تلاقي بطنها اتملت. عاوزين نعرف ايه قصه القولون، ايه هو القولون، مين الاشخاص المعرضين للقولون، هل في حاجه اسمها قولون عصبي، ده حقيقي ده ولا مش موجود، ايه الاغذيه او المشروبات اللي بناكلها وبتعمل تهيج في القولون فاحنا المفروض نبعد عنها، ايه الحاجات اللي بتهدد القولون المفروض ناخد بالنا منها عشان نشربها. كل دي موضوعات واسئله هنسالها النهارده لضيفتنا العزيزه الاستاذه الدكتوره منى المكباتي، استشاري السمنه والنحافه وعضو الجمعيه المصريه لدراسه السمنه وعضو الجمعيه الامريكيه لدراسه السمنه وعضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الجلد. اهلا بيك يا دكتوره منى. اهلا بيك. النهارده موضوعك مهم جدا، موضوع مرضى القولون. فعلا كتير قوي الناس يا دكتوره يعني وانس ان هو يصحى من النوم يلبس بس هدومه يلاقي الحزام قافش عليه على ايه، بس هو اتكلم في التليفون، ياكل سندوتش طعميه يلاقي عنده مشكله. البقوليات عموما عاوزين نعرف ايه حوار القولون ده. القولون طبعا مشكله كتير بتواجهنا مع العيانين بتوعنا، وخصوصا احنا لنا علاقه بالتغذيه وبعض الناس اللي عندهم سمنه. السؤال الرئيسي ان احنا بنساله في الشيت بتاعنا، انت ايه مشكله القولون؟ عندك مشكله في القولون؟ عندك امساك مزمن؟ عندك بتحس دايما بغازات وانتفاخات في بطنك؟ بتواجهنا حتى في الجلسات، ممكن يبقى عيان نازل دهون وعندي مشكله ان بطنه عاليه، يعني مش حاسس بفرق بنزول صح. مش حاسس بنزول. طب هو نازل على الميزان ونازل دهون على الانالايزر، طب وده شكله ايه بقى ده؟ ايه السر في ده؟ السر ان هو دايما في حاجه طبعا عندنا القولون العصبي اللي هو السباستيك كولون، دي حاجه موجوده، وده بيجي للناس طبعا اللي هم بيتعرضوا لستريس كتير قوي وبيتعرضوا لضغط نفسي شديد، والناس اللي هم يعني حساسيتهم زياده قوي. ممكن كمان نلاقيهم لبعض البنات بالذات اللي هم يعني دايما البنات في سن معينه كده بتلاقيهم يعني بيحس ان هم عندهم بعض المشاكل النفسيه، فتلاقيه عندها يا اما عندها قولون عصبي يا اما عندها اضطرابات في الدوره الشهريه، حاجات كتير قوي. اذا القولون مرتبط عندنا دايما مرتبط بعادات كتير في الاكل. في ناس كتير يعني في اكلات معينه بتجيب لها مشاكل في القولون. ومع مشاكل القولون دي بتحصل حاجتين، يعني بيحصل عندي امساك مزمن جدا، وده مشكله كبيره قوي. والامساك يعني ده بيتعرض مع نزول الوزن يا دكتوره دايما، يعني في الدايت بيبقى مشكله، ومع معدلات الحرق كمان. فعلا يعني بيقلل معدلات الحرق فعلا. وده بيكون السبب الرئيسي في السمنه. يعني ناس كتير نلاقيها لما تاخد الهيستوري بتاعها وتبدا تاخد الحاله المرضيه بتاعتها، تبدا واحده واحده معاهم توصل لمرحله ان هو عنده مشكله القولون. فانت المشكله دي لازم تحلها. وعنده امساك مزمن، ما عندوش يعني اخراج يوميا، لا ما عندوش، يقول لك ممكن كل اسبوع ادخل الحمام. فدي مشكله. ما بدخلش غير بمرينات. دايما عندي دايما يعني. وتلاقي طبعا مصاحب ليه قصه دايما الغازات والانتفاخات وحاجات كتيره قوي، بطنه متكركبه على طول ومش مرتاح. بالظبط صح. وساعات يعني ده بنشوفه حتى واحنا بندي ساعات للعيان اكل صحي، ودي برضو نقطه مهمه. الاكل ده نفسه ممكن بيعمل له مشكله، يعني عنده عدم تحمل غذائي في الامعاء، حتى لو بياكل اكل صحي عنده حاجه اسمها عدم تحمل غذائي. عدم التحمل الغذائي ده بيجيب مشكله في القولون، بمعنى يعني كل واحد مش زي التاني. يعني انا مش زيك في مثلا في القولون. ممكن انا مثلا استقبل السلطات بطريقه طبيعيه جدا واكل كميه خس كبيره، اكل كميه خيار كبيره، مفيش عندي مشاكل خالص. مجرد مع الانسان اللي دايما بيعاني من مشاكل في القولون ياكل الخس، ياكل الخيار، ياكل مجموعه مثلا الفلفل الاخضر ولا حاجه، ده ياخد مجموعه مثلا الكرنب والقرنبيط والحاجات دي، يلاقي عنده مشاكل كبيره جدا. مع ان طبعا احنا دايما بنقول في الدايت انا بوصف له السلطات. ايوه فعلا. طيب دول لازم نتعامل معاهم عشان احنا برضو ما عندناش هنا مهم جدا يا دكتور الموضوع ده بصراحه. يعني في بعض التحاليل موجوده بره وموجوده في العالم كله وموجوده في الدول حتى العربيه وكل حاجه. تحاليل شامله بتعرف لي العيان بتاعي ده لو انا عملت له تحليل عن طريق الدم ايه مشكلته بالظبط، هو يا ترى عنده تحمل غذائي ولا ما عندوش تحمل غذائي. تحاليل جديده وفعلا اثبتت نتائج ممتازه جدا، بتديني العيان ده خلال حتى فتراته العمريه بتاعته وعلى اللونج لايف بتاعه يقدر ياكل ايه الاكل الصحي اللي يقدر ياكله ويبتعد عن ايه. زي ما قلت لك احنا هنا بنحاول ان احنا ناخدها معاه واحده واحده. بمعنى اللي عنده دايما مشاكل في القولون تلاقيه دايما السلطات عنده مشكله فيها، ما يقدرش ياكلها يوميا.
بتجيب له ساعات انتفاخات وغازات وهضمها عنده عسر هضمي فيها وحاجات كتير قوي. فدايما اقول له لا، ممكن نغير الخضار ده بخضار سوتيه. وفعلا ما ببدا اغير له طبيعه الاكل او بعرف ايه الاكل اللي بيتعبه، ابدا تلاقي وزنه بدا ينزل، اتحايل على الجسم يعني بالظبط. ادخله من مدخل تاني. ممكن مثلا الفواكه، ما احنا دايما بنوصف برضو ونقول دايما كل انظمه الدايت قائمه على في الاساس على اقل سعرات حراريه ما بين الفواكه والخضروات. ايوه فعلا. اجي اديله فواكه الاقيه الفاكهه نفسها والقشره بتاعت الفاكهه نفسها الالياف بتاعتها الثقيله في هضم عنده، مش قادر يهضمها. يعني احنا دايما نقول ان الفايده في القشر، لازم بقدر ساعات برضه اقول له لا، نقدر نقطع القشره بتاعتها شويه وناخدها. ايوه. بحاول دايما ان انا اتعامل معاه ان هو اديله اكل سوفت، بحيث ان هو وعلى فترات، مش لازم ياكل غداء زي ما قلت لك مره واحده، ممكن اقسمه له على مرتين. عشاء يكون خفيف وما ياكلش قبل ما ينام على الاقل ممكن من 3 ل 4 ساعات كمان. احاول اخليه دايما يمشي، عشان دايما المشي بيخلي حركه القولون افضل. شغال. طبعا. ويخلي دايما يعني معدات الحرق عنده افضل. هو في سؤال يا دكتوره دلوقتي انا عاوز افهمه علشان الناس برضو اكيد تفهمه. اتفضل. انا اكلت حاجه يعني هي بتسبب لي مشكله او انتفاخ في البطن او القولون. هو ايه اللي بيحصل يعني؟ إيه اما الاكل بينزل في المعده، الاكل ده بيعمل ايه؟ والقولون ده هل الانتفاخ ده بيبقى في المعده نفسها، المعده هي اللي بتبتدي تتنفخ فانا احس ان في بطن بقت موجوده، ولا القولون نفسه اللي موجود عندي هو اللي بيبتدي ينتفخ فيبقى يبين ده ان عندي بطن؟ يعني هو ايه اللي بيحصل عشان يظهر الكرش ده؟ بس هو في حاجتين، في ان يعني الهضم ممكن يبقى فيه سوء هضم من المعده وارتجاع مثلا من المعده. وده مرحله من مراحل ان الاكل الاول ما بينزل من المريء للمعده، فعندي الانزيمات في المعده الهضم فيها مش كويس. ويحصل عندي ساعات عسر هضم. وهتلاقي برضو ناس عندها تلاقي في دايما ارتجاع، يعني حاسه دايما ان هي في حرقان، الاكل بيرجع تاني، وخصوصا الناس اللي عندها منطقه الكرش عاليه قوي. ده نوع من الناس. وناس الهضم بيمشي بصوره طبيعيه، بيعدي مرحله المعده وبندخل على الهضم في القولون. لا، القولون العضلات بتاعه القولون نفسه بتبدا تنقبض، بتلاقيها حتى لما بيصوروها في السونار بتلاقيها عامله زي اجزاء منقبضه، مش ريلاكسد يعني. بنبدا احنا لو احنا شفنا كده او عملنا السونار وبدات تظهر حاجات زي كده، وعملنا تحليل الستول وبدا يظهر فيه اللي هو الاندايجستد فود، اللي هو الاكل الغير مهضوم. طيب اقدر اعمل ايه في الحاجات دي؟ ببدا ادي بعض الادويه المهضمه، ببدا ادي حاجات بتشتغل على حاجتين في الامعاء، حاجات تشتغل على العضلات بحيث انها تبقى باسطه لعضلات الامعاء، وادويه تانية تشتغل على الاعصاب بتاعه الامعاء نفسها، بحيث انها برضو تعمل نوع من الارتخاء شويه للاعصاب، ما يبقاش في شد عصبي في الجسم. ده اللي احنا ممكن بنشتغل عليه. مجرد ما انا بدات اعالج القصه دي عند بعض الناس، خلاص انا ببدا الاقي الوزن فعلا عندي بينزل كويس قوي. في يعني عايزه اقول لك برضو ان بعض الناس عندنا موضوع القولون العصبي دايما مصاحب ليه موضوع الامساك المزمن، ده مشكله خطيره جدا. هي اهم الحاجات يا دكتوره اللي بتتاكل وبتهيج القولون؟ يعني هل في فعلا في ناس مش مدركه يعني ايه قولون اصلا؟ يعني هو بياخد الحاجه فيحس ان بطنه فعادي فتمشي الدنيا، فبيدخل تواليت فيحس ان بطنه ارتاحت، هو مش مدرك ان عنده قولون اصلا؟ لا، في ناس كتير طبعا ما عندهاش انها تفكر ان هي ايه اللي ممكن بيعمل لها مشاكل. وفي ناس بتبقى واعيه قوي للفكره ان هي انا باكل ايه وفي اللحظه دي حصل لي مشكله. انا هشوف ايه. ودول اكتر ناس يعني بنقدر نتعامل معاهم فعلا، لانهم بيبقى عندهم الوعي استيعاب للموضوع ده. طبعا الحاجات المهيجه للقولون اكتر حاجات طبعا الحاجات السبايسي، الوجبات اللي هي ممكن يبقى فيها دهون عاليه مهيجه للقولون، الحاجات اللي هي الجانك فود. ممكن من الحاجات برضو المهيجه للقولون اللي هي ان انا اكل الكافيين، بس تشرب قهوه كتير وشاي كتير، حاجات زي دي برضو من الحاجات المهيجه للقولون. ومهيجه برضو للمعده نفسها، لجدار المعده. البقوليات برضو. البقوليات طبعا بنمنع عنهم، احنا بنمنع عنهم حتى الفول واللوبيا والفاصوليا الناشفه والحاجات دي. ولما بنديلهم حتى فول او هم عايزين ياكلوا الفول، نقول لهم قشروه، كلوه مقشور ومطحون عشان تقدروا يبقى الهضم عندكم اسهل. ايوه. عايزه اقول لك ساعات كمان القولون العصبي ده بيبقى مصاحب معاه صداع. لان هو القولون والامساك ساعات بيبقوا سبب رئيسي في الصداع اللي هو ممكن ما يكونلوش اسباب واضحه. مجرد ما الجسم يبدا يبقى ريلاكس والقولون يبقى طبيعي ويدخل تواليت، الصداع بيروح. الصداع يروح. صح. يبقى اذا الجسم كله قائم على حركه الهضم دي. ما بين ان انت بتدخله اكل، وما بين ان الاكل ده يكون صحي ان انت قادر تهضمه والجهاز الهضمي بتاعك شغال بكفاءه عاليه. ايوه.
وانك انت بتقدر تحرق عندك الحرق ماشي مظبوط تمام. طيب بالنسبه بقى مثلا اللي هو العصبيه، او ان انا يعني اصطبحت فعملت خناقه مع حد او اتضايقت مع حد، او كان في مشكله بين واحد ومراته، فيبص بعد المشكله دي تلاقي بطنه اتنفخت جدا وبقى عنده القولون منتفخ. في ناس فعلا كده، ده زي ما اتفقنا ان احنا لما بنيجي نشتغل حتى عليه يا اما عصبي بقى، يا اما عصبي بنشتغل على الاعصاب بتاعت بالظبط، يا اما بنشتغل على العضلات. فاحنا فعلا زي ما قلت لك بنلاقي القولون منتفخ، بنلاقيه عالي، تلاقي البطن عاليه في صوره، حتى يجي لك العيان يقول لك ايه، انا كنت حاسس ان انا يعني ما اكلتش حاجه وبطني مليانه على الاخر، مش حاسس ان انا عملت دايت. مجرد ما يبدا القولون يبدا يستريح عنده، لا بيحس بالنتيجه ويحس بفرق ويحس ان هو ريلاكس تمام، مفيش اي مشكله خالص في بطنه نزلت. اذا انا عندي ان انا لازم في بعض يعني احاول ان انا برضو ابقى القولون عندي في صوره سليمه عشان هضمي يبقى كويس، حرقي يبقى كويس، واقدر برضو عندنا علاقه بيني وبين السمنه علاقه وثيقه، اقدر انزل وزن. يعني انا لما يبقى عندي عيان عنده قولون بالنسبه لي برضو مشكله، لان لازم وانا بتعامل معاه ابقى عارفه طبيعه الاكل اللي هقدر اديها له ما تعملوش مشاكل. دايما برضو بساعده كتير انه ياخد البان، لبن الزبادي بالذات اللي بالخمائر عشان تساعده على الهضم، لبن الرايب، كل الحاجات دي بالنسبه له لسه كنت هقول لك بقى يا دكتور، ايه اهم الحاجات اللي ناكلها او نشربها واحنا في فصل الشتاء وتساعدنا بشكل كبير على ان القولون يبقى هادي وما يبقاش فيه عصبيه، وفي نفس الوقت يبقى برضو ما حرمتش نفسي من حاجه؟ زي ما قلت لك مجموعه الالبان مجموعه من الحاجات المفيده قوي. بقدر اخد اللبن الرايب، بقدر اخد الزبادي، ممكن الزبادي ده اضيف عليه شوفان، ساعات بضيف عليه جنين قمح. دي من الحاجات المفيده برضو في الجسم للجسم يعني، ومضاده للاكسده عاليه وبترفع مناعه الجسم، في نفس الوقت ان انا بتساعدني كتير على ان حركه القولون تكون منتظمه. اذا باخدها في اوقات كتيره، ساعات باخدها قبل وجبات او في وجبات سناك او بالليل قبل ما انام. دي كلها من الحاجات المفيده قوي للقولون. طيب بعض الادويه يا دكتوره، يعني مثلا بنلاقي انه في دكاتره تقول لك ايه، خد الحبايه دي قبل الاكل مثلا بنص ساعه علشان لما انت هتاكل نكون احنا جهزنا القولون، الاجهزه جوه جاهزه ان هو ما يحصلش اي انتفاخ، والايد بسيطه للعضلات بحيث انها ما يحصلش اي قولون عصبي. فعلا في بعض الادويه طبعا لازم بنوصفها للعيان، اللي هو واضح فعلا ان من متابعتك للعيان بتاعك ان هو دايما شكوته انا يعني عندي مشاكل في القولون، عندي امساك، وزني ما بينزلش، بالعكس باكل اكل قليل ووزني بيزيد. وساعات العيان زي ما قلت لك بيبقى يعني بيفهم كويس وايه اللي بيضايقه، بيجي يحكي لك يقول لك لا انا باكل ده بيضايقني، باكل الخس بيضايقني بيعمل انتفاخات، باكل الخيار بيضايقني، باكل الفلفل الاخضر بيضايقني. تبدا تشيل عنه بعض الحاجات اللي هي ممكن بتعمله الجدول بتاعه عشان الجدول بتاعه عشان يرتاح. طيب سؤال برضو مهم، هل لو انا يعني خدت المشروبات اللي بتهدي القولون وخدت الادويه اللي بتساعد في تهدئه القولون، هل الادويه دي هتبقى دائمه ولا هتبقى مزمنه معايا ان انا اقدر اخدها بقى 6 شهور او اعيش عليها طول العمر طالما انا عندي اصلا قولون عصبي؟ يعني هل له علاج يعني ولا هيفضل ملازمنا؟ بص، هو القولون العصبي زي ما احنا اتفقنا ان هو ما بين شخصيه معينه ان هو بينفعل بسهوله، وما بين ان هو عنده مشكله في يعني بيحصل له المشاكل، اي مشاكل نفسيه بتاثر عليه او اي انفعالات بتاثر على القولون بتاعه. تمام. اذا يعني هنحاول برده دايما باستمرار نقول له يعني خليك دايما برده هادي متوازن، خد دايما حاجات مهدئه، ما تاخدش حاجات تخليك تزود انفعالات زي الشاي والقهوه كتير، الحاجات اللي بتدي الاسترس كتير. دايما حاول ان انت دايما راقب حركه دخولك التويليت بصوره منتظمه، لازم دايما تتعود انك تدخل يوميا التويليت، لو ما كانش كده لازم تتعود تمشي يوميا كمان على الاقل ساعه عشان حركه الامعاء بتاعتك تبقى منتظمه. اشرب كميه ميه كبيره على الاقل من 6 ل 8 كوبايات في اليوم، وده برده هيساعدني ان حركه الامعاء تبقى منتظمه. دي حاجات كلها مفيده لعيان القولون العصبي. تمام. اسمح لنا يا دكتوره هنطلع لفاصل ونكمل كلامنا. مشاهدينا الكرام هنطلع لفاصل نشوف فيه تقرير ونرجع نكمل كلامنا في الاستوديو. خليكم معانا في برنامج جمالك معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم اعزائي المشاهدين من داخل مركز الاستاذه الدكتوره منى المكبات لاستشارة السمنه والنحافه. اهلا بيك يا دكتوره منى. اهلا بيك. النهارده بنتكلم معاكم مشاهدينا الكرام عن موضوع تجميلي بحت،
الموضوع بيخص كتير قوي من الفتيات او البنات، وموضوع ازاله الشعر بالليزر. كتير قوي من الناس بتستخدم طرق تقليديه لازاله الشعر وما بتشوفش النتيجه المطلوبه، لكن تعالوا نشوف مع بعض الليزر ازاي يحل لنا المشكله دي من خلال كلامنا مع الدكتوره منى وجهاز الهير ريموفال. دكتوره، الجهاز اللي معانا النهارده ايه اللي بيميزه عن الطرق التقليديه عشان يريح الناس في الموضوع ده؟ الجهاز بتاعنا بنسميه سوبر هير ريموفال، وده من الاجهزه الحديثه اللي هي يعني بعد ما كنا بنستعمل المضادات الضوئيه اللي هي ومضه واحده في المره، الجهاز ده بيديني اكتر من شوت، فبيديني راحه للعيان ان هو ما بيحسش بالالم الشديد. تاني حاجه فيه تبريد شديد جدا، فالتبريد بتاعه بيخليك ما بتستعملش لا تلج بعد الجلسه ولا ان انت بتستعمل يعني بيحصل حرق او بيحصل منه اي مشاكل في الجلسه. يعني. بالظبط. الجهاز برضو زي ما قلت لك الشوتس بتاعته اللي هي بتساعد كتير على ان انا اتخلص من الشعر بنسبه كبيره قوي. الجلسات بتاعته ممكن تكون من بنبتدي تاخد من 8 جلسات ل 10 جلسات، ودي في الغالب تقريبا معظم الجلسات بتاخد تقريبا مننا كده في معظم اجزاء الجسم، سواء هي بقى في الوش، في الدراعات، في الرجلين، في بعض المناطق الحساسه تحت بالظبط. كل ده تقريبا بنتعامل معاه في الجهاز. زي ما قلت لك هو السيفتي بتاعته عاليه. في نفس الوقت الجهاز ده معاه هاند بيس ثانيه بتستعمل ليها استعمالات اخرى بقى، ان احنا بعض بنستعملها في ازاله بعض يعني لها الاكني ريموفال اللي هو ازاله حب الشباب. بعض البيشنت كتير بتعاني من شعرات دمويه تحت الجلد بنسميها سبايدرز، بتبقى مضايقاها جدا في لونها اللي بيكون لونها ما بين اللون الازرق او اللون الاحمر تحت الجلد. برضو الجهاز ده بيبدا يخلصنا منها على جلسات. في برضو ناس كتير بتعاني من نمش كتير في البشره او حتى في مناطق الظهر، في الدراعات وهكذا. برضو بنتائجه ممتازه جدا في التخلص برضو من الفريكلز اللي هي النمش الموجود في الوش. برضو يعني هو يعتبر جهاز تجميلي بحت. بالظبط. في عندي برضو في هاند بيس فيها برضو بيساعد كتير على الريجيفينيشن اللي هو نضاره البشره. ان انا مجرد ما بستعمل الليزر على البشره بيساعد كتير ويحفز الكولاجين ان هو يبقى موجود في البشره، وده ملوش عمر او ملوش سن معين ان انا استعمله فيه. يعني ممكن في عمر الشباب حتى ابدا استعمله، في يكون حد يعني كبير ما فيش مشكله برضو. في بعض الاحوال ما بعد جلسات النضاره بنبدا نستعمله مع البيشنت اللي هم عاملين برضو ساعات فيلر، ساعات بنعمل لهم برضو ريجيفينيشن بعديها. كل ده من فوائد الجهاز او من الاستعمالات الجهاز. يعني نقدر يا دكتوره نقول انه لو حد عندها مناسبه تقدر تيجي تستخدم الجهاز ده لوحده كده باكج على بعضه، بيقدر يخليها يرجع لها بشرتها مره ثانيه نضره، وكمان ازاله الشعر، ولو في عندها مشاكل خاصه بحب الشباب والكلام ده يقدر يعمل ازاله ليها، فبالتالي هي خدت كورس كامل في جهاز واحد. بالظبط. هو فعلا في بيشنت كتير بتيجي تعاني من مشاكل كتيره قوي، حب شباب، لا عدد الشعر، لا عندها بعض الزواد الاورده اللي تحت الجلد، لا حاجات كتيره قوي نبدا فعلا نتعامل معاها. مشاهدينا شفنا مع بعض الجهاز، هنرجع مره ثانيه للاستوديو نكمل كلامنا في برنامج جمالك معانا، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عدنا اليكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. شفنا التقرير اللي كان معانا في الحلقه وبنكمل كلامنا في فقرتنا دلوقتي، فقره السوشيال ميديا الاسئله والاس ام اس اللي حضراتكم بتبعتوها على صفحه برنامجنا. معانا اول اس ام اس يا دكتور لو سمحت. حضرتك انا كنت عايز اسال عن حاجه. انا كنت تخينه وخسيت ودلوقتي وزني بقى 54 كيلو ووزني بقى كويس، بس لسه عندي ارداف مش مخليه جسمي متناسق وعندي سلوليت، فكنت عايز اسال انا محتاجه جلسات ايه وفي وقت قد ايه عشان اقدر اخلص من الحاجات دي؟ سؤال مهم. طبعا سؤال مهم. دايما مصاحب دايما لنزول الوزن بيحصل ترهلات، اعراض ثانيه كتيره، وخصوصا الناس اللي هي ما بتمارسش رياضه كتير او بتنزل وزن في فتره قصيره. فبيحصل فعلا ترهلات وبيحصل ساعات ستريتش مارك والسيلوليت بيظهر بشكل واضح جدا في منطقه اللي هي الرجل يعني او الارداف. فالبنات كتير قوي بتعاني من الموضوع ده. بنبدا نقول لهم ان من افضل الاجهزه اللي نبدا نستعملها عشان نبدا نشد المناطق دي اللي هو جهاز الفيلا شيب اللي هو الجيل الجديد من ال بي جي.
الجهاز ده عباره عن حاجتين زي ما اتفقنا قبل كده، عباره عن كافيتيشن في الاول بيشتغل نص ساعه كافيتيشن ده عشان يذوب الدهون لما بتكون موجوده في المناطق دي. بالظبط في نفس الجهاز. الدهون في المناطق دي السيلوليت ده بتلاقيه عامل البودورونج او حاجات متعرجه، بالظبط، او بتلاقي في تحركات كتير دهون ولا مناطق فاضيه، لا دهون، لا بيبدا يعمل ينزل لي الكافيتيشن الاول، يبدا ينزل لي مناطق الدهون دي. نبدا نشتغل بالجهاز الرئيسي بتاعنا اللي هو جهاز الفيلا شيب نفسه، ده عباره عن هاند بيس بتاعته. الرولز بتاعته عباره عن رولز بتلف فيها ار اف راديو فريكونسي، فيها فاكيوم. الفاكيوم ده عشان يبدا يشفط في المناطق الجسم، ويبدا وانت بتمشي الجهاز يحسن الليمف درينج بتاع كل مكان انت بتمشي فيه. والار اف دي ما بين الرولات دي تلاقي الجلد بيتفرد زي ما تكون، يعني بمثلها دايما زي ما تكون بتاكل حاجه زي المكوى بالظبط، بيفرق زي المكوى بالظبط. فعلا جلسه عن جلسه فعلا بيفرق في الشكل، وبيفرق مش عايزه اقول لك نتائجه بتبان فعلا ممتازه جدا من اول جلسه. جميل. في بعض الاوقات مع بعض الناس بنستعمل لهم مع الجهاز الفيلا شيب ده، بنستعمل معاه حقن موضعي في الرجل نفسها، ده عشان نعمل تايتننج للجلد نفسه، ونبدا نحسن وندي فيه انتي سيلوليت كمان ببعض النيزوثيرابي بس بتكنيك معين، بحيث ان هو برده الحقن مع الاجهزه مع جهاز بيديني نتائج ممتازه جدا، بحيث الرجل فعلا بترجع لشكل كويس جدا. بنستعمل برده مع الاثنين دول، ممكن بستعمل جهاز الفاكيو لايف عشان يبدا يشد لي الرجل نفسها لان بيشدها كويس جدا. لما بين الثلاث اجهزه دول اقدر احسن السلوك ده بنسبه على الاقل 95%. طيب بالنسبه يا دكتوره في حاجه تشد جدا، وزنها بقى 54 كيلو، يعني اعتقد ده بقى بالنسبه لها وزن مثالي، بس الموضوع اللي كنا اتكلمنا فيه قبل كده موضوع ان لسه عندها ارداف مش داخليه جسمها متناسق. بالظبط، هي اتكلمت عن الارداف وعن السيلوليت. الكورس اللي انا بقول لك عليه ده ان احنا بنعمله ما بين الاثنين، يعني انا مش عايزه اقول ان جهاز الفيلا شيب بس مش خاص بالسيلوليت بس، ده كمان يقدر لا، ما انا معايا كافيتيشن فبينزل لي فبينزل لي ففعلا بينزل في الشكل في فتره قصيره، بيدي نتائج ممتازه جدا. يعني انا فعلا بشوف نتائجه من افضل الاجهزه في المناطق ذات الصاي، يعني في منطقه الارداف. واحنا عاملين عنه تقارير اكيد الناس بتشوفها في حلقاتنا. لو سمحت يا دكتور، انا عندي 22 سنه ووزني 76 كيلو وطولي 155، مشكله جسم الجزء الاسفل من اول البطن لغايه تحت. هل في جلسات لتخصيص المناطق دي؟ بس هي بتقول عايزاها يا ريت من غير الم او جراحه. عايزه تعملها جراحه؟ لا، من غير الم او جراحه. من غير الم او جراحه، جلسات. عايزه جلسات يعني من اول الجسم من المنطقه تحت منطقه البطن. طبعا هي وزنها زياده 76 كيلو، طولها 155. انا لو قلت لها انت وزنك المفروض على فكره دي ممكن يكون نموذج لكتير قوي من البنات الوزن ده بالطول ده. وزنها المفروض يبقى من 55 60 كيلو، وده انا بديه رينج تقريبا يعني على حسب ما بيطلع على العياده. يعني 5 فوق 5 تحت. بالظبط كده. هي عندها طبعا السمنه مركزه في البطن وفي الارداف. انا عايزه اقول حاجه، ان احنا ممكن زي ما قلت لك ببتدي الاول واشوف الجسم بيستجيب ولا ما بيستجيبش. يا ترى في معدلات حرق كويسه ولا لا، لان ساعات في بنات كتير وعلى الوزن ده والشكل ده بيبقى عندي معدلات حرقهم قليله قوي. وده بنحتاج فيهم مجهود شويه في الاجهزه، مش اجهزه عشان انزل دهون بس، لا انا واعمل شيب بس، لا انا عايزه ازود معدلات حرق الجسم كمان انه يحرق كويس. يعني انا مثلا عندي بنت بنفس المواصفات دي بس ما بتنزلش غير بالجرامات، فبالتالي برضو شكلها ما بيتغيرش. ايوه فعلا. فانا بقول لها ان لو احنا عايزين ننزل ونظبط الدنيا كويس قوي بنبدا نعمل الاجهزه. اكتر الاجهزه اللي ممكن تجيب لنا نتيجه في البطن والارداف الكرايو، ومعاه بستعمل شوك ويف طبعا الفاكيو لايف بقى. والجديد ان انا كمان في الفاكيو لايف عشان ازود معدلات الحرق ممكن ساعات بدي بعض الحقن مرتين في الاسبوع 2 سم في كل مره عشان ازود معدلات الحرق، وادخل البيشنت ده كورس كمان يدخل البيشنت لمده ساعه في الفاكيو لايف عشان حرقه يزيد وشكله يتغير. اذا انا لو جمعت بين الثلاث حاجات دول في فتره بسيطه ممكن فعلا شكلها يتغير وحرقها يزيد كمان. تمام. يعني اعتقد ان هي كده بتبقى بتوصل للي نفسها فيه في اسرع وقت، فده يديها بقى الامل انها تكمل مع حضرتك وفي نفس الوقت تغير لايف ستايل خاص باكلها بقى، العادات الغلط اللي هي كانت بتعملها. المشكله ان الناس بتبقى عامله مشكله في سنين وعايزه تصلحها في يوم او في شهر، ودي مشكله طبعا حضرتك اكيد بتواجهها. يعني هي المشكله الرئيسيه ان هم عايزين يعني دايما مش عايزين يرجعوا للدايت، عايزين نزول سريع ويفضلوا ياكلوا بالظبط، وعايزين نزول. اهم حاجه عندهم الشكل. مش حاسين ان انا بعد ما اغير الشكل ده محتاجه ان انا عاداتي تتغير. صحيح، عشان صحتي اصلا لا عشان صحتي وعشان احافظ على الشكل او الشيب اللي انا وصلت له. تمام.
مشاهدينا الكرام، اتكلمنا معاكم النهارده عن القولون، وده كان موضوع مهم جدا يعني بيخص كتير قوي من الناس. شفنا هناكل ايه ما ناكلش ايه، الحاجات اللي المفروض نتبعها عشان خاطر القولون ما يحصلش فيه تهيج او انتفاخ. واتكلمنا معاكم في تقرير شفناه عن الاجهزه الحديثه وكيفيه استخدامها للقضاء على الدهون الموضعيه، وختمنا معاكم بفقره السوشيال ميديا من خلال الاس ام اس اللي حضراتكم بتبعتوها على صفحتنا NEC او على الصفحه الخاصه بالدكتوره منى المكباتي على الفيسبوك. يا رب نكون قدرنا نوصل لحضراتكم النهارده احسن معلومه تستفيدوا بيها في حياتكم. واسمحوا لي اشكر دكتوره منى المكباتي استشاري السمنه والنحافه وعضو جمعيه مصريه لدراسه السمنه وعضو جمعيه امريكيه لدراسه السمنه وعضو جمعيه امريكيه لتجميل الجلد. بشكرك يا دكتوره، ودايما منوره في برنامجنا. مشاهدينا الكرام، لما تدور على صحبه ولمه وكلام القلب ومعلومه مهمه بقول لك في برنامجنا جمالك مع احلى برنامج الافضل الامه. تحياتي احمد الشاعر وشكرا لفريق العمل. السلام عليكم.